السلام عليكم حبايبي واخواتي، وحشتوني. بصوا الجمال والطعامة والنظافة والحلاوة. كهرمان وطعمه زبدة. يلا بينا كده اقول لكم ازاي عملناه وايه اسرع طريقة ليه. والله ما كمل 3 ساعات على نار هادية جدا زي الشمع، وطلع زبدة كده وطعمه وشكله جميل. يلا بينا اقول لكم عملناه ازاي وازاي نحفظه لمدة طويلة في الفريزر ما يحصلهوش اي حاجة. وهنعمل تكاية كده في اخر الفيديو هتعجبكم قوي. اول حاجه انا جبت نص كيلو الفول بتاعي او كيلو الا ربع، يعني على حسب ما انتوا حابين بقى. ونقعته من بالليل للصبح بعد ما نقيته غسلته كويس جدا جدا. ونقعته من بالليل للصبح، لازم على الاقل يتنقع 13 ساعه او 12 ساعه. وجبت بقى معايا 3 معالق من الفول المدشوش او فول الطعميه، و3 معالق من العدس الاصفر بتاعنا العادي. وجبت طماطمايه وجزرايه وخمس فصوص من الثوم. اول حاجه لازم لما نيجي نسويه ما ينفعش خالص في اي حاجه الا التيفال والالمونيا. والالمونيا اول حاجه، يعني لو ما فيش المونيا يبقى تيفال، ما ينفعش اي حاجه تانية. لا اما القدره بتاعه الفول، لا اما الحله. وانا عملته في الحله، بس لازم تكون المونيا يا جماعه عشان اللون تاخدوا لون وطعم حلو. مفيش حله المونيا يبقى التيفال. انا جبت الفول بتاعي، عصرت عليه ليمونه، وحطيت عليه طماطمايه قطعتها كده يا دوبك شقتها بس 4 ارباع كده. وجبت جزر قطعتها عليه، جزرة حلوه كده. اهم حاجه ما نقلبش، الخطوه دي ما بتقلبش خالص. وجبت كمان 3 معالق اهوت من العدس الاصفر العادي، و3 معالق من الفول المدشوش او فول الطعميه، وفضيت كله على بعض. ما نقلبش. طب ليه ما نقلبش؟ عشان لو قلبنا العدس هينزل في القاع بتاع الحله من تحت، هيتحرق وهيبوظ لي كل الفول، هيخلي طعمه شغيط وكمان هيخلي لونه اسمر. ما نقلبش خالص خالص، مش دلوقتي خالص. وبعدين حطيت عليهم 5 فصوص من الثوم، ونزلت بقى بالميه المغليه. لازم تكون ميه مغليه، لو حطينا ميه من الحنفيه هيجلد معانا ومش هيبقى حلو خالص. ولازم طبعا النقع. انا بعد ما حطيت الفول بتاعي كده قعد 2.5 ساعة كده، قمت يا بقى ايه جايبه الخطوه الجميله بتاعتنا عشان يديله بقى اللون الجميل بتاعنا. جبت النشا وجبت الليمون وجبت الصلصه. خطوه مهمه جدا، صدقوني هتفرق معاكم جدا وهتعجبكم جدا جدا. انا خدت بقى معلقتين كده من النشا، هيديله ده القوام بتاع اللي بيتباع بره. وجبت بقى معلقه نضيفه كده وخدت منها الصلصه عشان تشوفوا اللون والقوام اللي بتشوفوا بره كده بيبقى تقيل ولزج شويه، هو ده. وصدقوني هيعجبكم جدا جدا، اعملوا بس الخطوه دي هتعجبكم قوي قوي. واقلب بقى كويس جدا الصلصه مع النشا مع شويه ميه من الحنفيه عاديه، او شو تكون دافيه، يعني اللي يعجبكم. لو هتعملوها من الحنفيه يبقى يعني معلقه ميه كده ولا معلقتين يا دوبك ندوب بس النشا. لو هتحط شويه حلوين زي اللي انا حطاهم كده، انا حاطه ميه دافيه. اقلبهم بقى كويس جدا علشان ما يبقاش فيه تكتلات في النشا، اهم حاجه. وادوبه كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. وكمان بقى هاخد الليمونه بتاعتي دي واحطها. بصوا انا لقيت لونه فاتح شويه، لا انا عايزاه بقى يبقى لونه غامق، يعني انا خدت بتاع معلقتين كبار كده من الصلصه. وهقلبهم كويس، اهم حاجه نقلب كويس، مش عايزين اي تكتلات في الدقه بتاعتنا دي. ونحطها على الفول او في الخلطه بتاعتنا دي ونحطها على الفول. نيجي ناكلها كده تبقى الحته متكتله تحت بقنا، تبقى طعمها وحش قوي تحت سنان. وهقلب بقى كويس كده بعد ما خدت النص ليمونه بتاعتي. بصوا القوام تقل ازاي، هو ده بقى المطلوب وهو ده اللون المطلوب اللي هيديله لون جميل وهيديله طعم حلو. احطها بقى على الفول بتاعي. ما شاء الله الفول الكاميرا ظلمه، بصوا زبده. احط بقى الخليط بتاعي، يعني هو كده زي ما ياخد بقى معاكم الفول بتاعكم كام ساعه. المهم لما يبقى فاضل له كده بتاع نص ساعه ونطفي عليه، نقوم حاطين الخليط ده. ما نحطوش قبل كده ليه؟ علشان النشا ما يتقلهوش قوي، لان هو لو ما كانش لسه استوى وحطينا النشا بتاعنا بدري هيتقله جدا، مش هيبقى لطيف يعني. انا بقى حطيت النشا بالصلصه بالليمون ده، يا سلام. وقلبتهم، هو كده خد مني ليمونه، هو كده خد مني ليمونه. وممكن اقول لكم المقادير بسرعه: جزره، طماطمايه، 5 فصوص من الثوم، شويه من الفول المدشوش 3 معالق، 3 معالق من الفول من العدس الاصفر. وقلبت بقى، ومعلقتين صلصه ومعلقتين نشا. كل ده بقى، بس كل حاجه بالخطاوي زي ما انتوا شفتوها، يعني كل حاجه ليها وقت تتحط فيها. الصلصه والنشا والنص ليمونه التاني بيتحط في قبل تسويته بنص ساعه. بصوا بقى زبده، والله ما كان من نص ساعة كمان، وبقى زبدة وبقى جميل وقوامه تقل وبقى زي الفل.
عندك بقى هاند بلندر اعملي بيه زي ما انا بعمل بيه كده. انا بقى وهو سخن كده بعمل بالهاند بلندر، بس خلوا بالكم عشان ممكن تتلسعوا. بالهاند بلندر بقى كده واضربوه كله لحد ما ينعم، او في الخلاط زي ما انتوا حابين. عايزين تسيبوه يهدى حاجه بسيطه وبعدين تعملوه في الخلاط مفيش مشكله، بس ما ينفعش هو بارد خالص عشان هيتقل شويه. انا عملته هو سخن عشان هعمل بالهاند بلندر. مش عايزين تحبوا الخطوه دي ما تحبوهاش، انا بعمله عشان يبقى جاهز معايا زي بتاع بره بالظبط، زي اللي احنا بنجيبه متوضب كده وحلو. انا هرسته بس يعني مش هرسته وخليته ميه، لا في قطع صغيره برضه. وكمان احطه بقى كده واحتفظ بيه، اطلعه يبقى سهل معايا جدا. جبت بقى الطبق بتاعي عشان اعمل لكم شويه كده تدوقوهم طعمهم جامد. حطيت كده يعني شويه من الليمون زي ما تحبوا طبعا، الليمون قد ايه. وحطيت شويه من الكمون، طبعا الكمون ده روح الفول. يا سيدي يا سيدي يا سيدي، بصوا التقل والجمال والقوام وايه الحلاوه دي. حطيت بقى الليمون وحطيت الكمون وحطيت الملح، ولا لسه ما حطيتوش؟ لسه هحط الملح كده، انا بجيب الملح لسه. وحطيت الملح بتاعي يعني ظبطت الطبق كده. الله الله، ليمون مع الكمون مع الملح، الله الله. وهقلبهم كده كويس جدا كده مع بعض. بصوا لونه جميل وفاتح ولونه جميل خالص وطعمه والله يتاكل كده حاف. احط بقى الزيت. انا عندنا هنا زيت حار، الزيت الحار ده طبعا يعني اساس الفول. احنا عشاق الفول بالزيت الحار. بحب انا احطهم في العلب دي كده عشان تسهل عليا على طول اما اجي احطه. في رمضان بقى هنعمل احلى خلطه للفول ده. وحطيت بقى الطحينه بتاعتي. يا سيدي يا سيدي، طبق فول كده بيتكلم عن نفسه. بص طبق الفول عامل ازاي، والله كده احنا بعد ما خلصت تسويق قعدت كلته كده بالمعلقه حاف. طعمه حلو قوي قوي، زبده. وكمان عبيت بقى الفول بتاعي. بصوا انا الكيس ده كتير عليا، يعني الكيس ده ممكن يقعد معايا يومين، بس انا زودته عشان التسويق. حطوا بقى في علب، حطوا في اكياس زي ما تحبوا. بصوا ما شاء الله الكيس عشان نجيبه ده مش بالنظافه دي من بره هيزيد عن 10 جنيه. انا هنا والله بجيبه اقل من كده ب10 جنيه، ونقدر نعينه بقى في الفريزر وقبل ما ناكل يعني